السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو واحد وعد واحدة بالجواز وخلى بيها وموفاش بوعده، ايه اللي هيحصل له؟ تعالوا نشوف. يوم القيامة تيجي هاي المرأة وبتشكي حالها لرب العباد. تمام، لما تقف بقى قدام رب العباد هتقول ايه؟ يلا بينا. وبتقول: يا رب إني أحببت فلان ابن فلان وعلقني به وأحبني وفعلت كذا وكذا 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 وكذا. وكذا. خلاص بقى يلا بينا. فيأتي الله بهذا الشاب وتتعلق المرأة برقبته. وبعد ما المرأة تتعلق في رقبته، ايه اللي هيحصل للشاب ده وهنعمل فيه ايه يوم القيامة؟ ثم يأخذ الله ذنوبها وما فعلت معه ويضيفها إلى ذنوبه وينقي المرأة من جميع الذنوب. المهم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ينقي المرأة من الذنوب علشان الحاجات الكذا والكذا والكذا اللي حصلت وهي أذنبت، بس ربنا خد ذنوبها حطها على راس الولد ده علشان قال أنا هتجوزك. ايه اللي هيحصل بقى في الولد؟ ثم يتوب الله عليها ويتعذب الرجل ولا يدخل الرجل الجنة إلا إذا سامحته هذه المرأة. يا سلام على الكلام الجميل. يبقى الولد لو قال للبنت انا هتجوزك او انا بحبك وعاوز اخطبك وما تقدم لهاش وما تجوزهاش، مش هيدخل الجنة غير لما البنت دي تسامحه وتأذله ان هو يدخل الجنة. مين اللي روى الكلام ده؟ في الحقيقة لما قعدت ابحث ما لقيتش مرجع غير الاخت دي. هي كانت قاعده في قعده صفا او تقريبا حد قال لها هتجوزك وما حصلش ده، فشافت رؤيه مناميه او جالها خاطر بيقول لها اللي مش هيتجوزك مش هيدخل الجنه غير لما انت تأذني له بكده. طبعا الكلام ده مش صحيح، رواه الامام البحبحاني على رأي الناس اللي بتقول. والمفروض الولد والبنت مسؤولين امام الله عز وجل. هي نسيت كمان تقول لنا لو البنت وعدت الولد ان هي هتتجوزه ولقت فرصة احسن واتجوزت التاني، المفروض هتدخل الجنة لما يأذن لها ولا هتدخل وبراحتها علشان هي بنت؟ الكلام ده مش صحيح. كل بنت سمحت ان حد يكلمها واطلقت بصرها وما غضتوش، هي اذنبت في حق نفسها في المقام الاول، والذنب يقع عليها كما يقع على الولد. الاتنين اذنبوا. في ولد حب بنت مثلا وسمح لنفسه وهي سمحت لنفسها يتكلموا شات ويتقابلوا مع بعض، وبعدين الاهل موافقوش. مين بقى اللي مش هيدخل الجنة؟ الولد ولا اهله اللي موافقوش على الجوازة دي والولد سمع كلامهم؟ يا ريت الكلام ده ما يبقاش حافز للبنات ان هي تبعته للولاد وتقول له اهو لو ما جيتش اتقدمت لي خلاص مش هتدخل الجنة. كل واحدة تحافظ على نفسها، لان انت اللي بتفتح الباب، الولد بيخبط وانت اللي بتسمحي له يدخل او بتعمل البلوكات وما بيجيش، وانت اللي هتشيل الذنب امام الله عز وجل وامام اهلك وامام نفسك. ومعنى كلامها ان الولد والبنت وقعوا مع بعض في كذا وكذا وكذا وكذا، الحاجات الكتير اللي هي قصدها انهم عملوها مع بعض. بقول لكل بنت حافظي على نفسك، ما تسمحيش لحد يمسك ايديكي ولا يخرج معاكي ولا شاد بينكم وبين بعض بيوصل لحاجات كلنا عارفين ايه اللي بيتقال فيها. احفظوا نفسكم وارجعوا لربنا سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، لان ما عند الله لا يأتي الا بطاعة الله عز وجل، لان الذنب والمعصية لها شؤم ولها ضيق في القلب. ربنا ينجينا وإياكم من شؤم الذنوب والمعاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.